سوف نتعرف في هذا الجزء على خاصية Sub Data Sheets، وتسمح لنا هذه الخاصية بالوصول إلى السجلات المرتبطة بالجدول الحالي، وذلك من خلال الجداول Tables أو الاستعلامات Queries أو النماذج Forms. ففي هذا الشكل نرى العلاقة One to Many بين الجدول Orders والجدول Order Details التي قمنا بإنشائها في الأجزاء السابقة. ومن خلال طريقة العرض Datasheet View يمكننا استخدام الخاصية Sub Data Sheets من خلال الجدول Orders لتعديل أو لإضافة السجلات الخاصة بالجدول Order Details والمرتبطة بالسجل الحالي للجدول Orders. ويقوم برنامج Access بتشغيل هذه الخاصية تلقائيا. وللتعرف على فائدة هذه الخاصية نغلق النافذة الخاصة بالعلاقات بالضغط على مفتاح Close Window، ثم نفتح جدول الطلبيات Orders داخل طريقة العرض Datasheet View. سنلاحظ وجود العلامة Plus على يسار جميع السجلات الموجودة داخل الجدول، وهذا يعني وجود سجل أو عدة سجلات مرتبطة بهذه السجلات. وبالضغط على هذه العلامة للسجل الأول يتم فتح صفحة بيانات فرعية تحتوي على جميع السجلات المرتبطة بالسجل الحالي والموجودة بالجدول Order Details، وذلك لوجود العلاقة One to Many بين الجدول Order والجدول Order Details. ويجب ملاحظة أن هذه الخاصية لا يتم تشغيلها إلا في حالة وجود علاقات بين الجداول. ويمكننا البرنامج من إضافة السجلات أو تعديل بيانات السجلات داخل صفحة البيانات الفرعية كما نريد. فلإضافة سجل جديد داخل صفحة البيانات الفرعية نضغط داخل هذا الجدول، ثم نضغط على مفتاح New Record من شريط الأدوات Table Datasheet، فيتم إضافة سجل جديد داخل هذا الجدول. ويمكننا إضافة بيانات إلى هذا السجل كما تعلمنا في الأجزاء السابقة. وإذا أردنا إلغاء تشغيل الخاصية Sub Data Sheets نفتح الجدول باستخدام طريقة العرض Design View بالضغط على مفتاح View من شريط الأدوات Table Database، ثم نفتح القائمة View ونختار Properties. ومن لوحة المتغيرات General في المربع الحواري Table Properties نرى الخاصية Sub Data Sheets Name، ونرى أن الاختيار الموجود بجوار هذه الخاصية هو الاختيار Auto. ولإلغاء تشغيل هذه الخاصية نضغط داخل هذه الخانة، ثم نضغط على هذا السهم ونختار None من هذه القائمة، ونضغط Close لإغلاق هذا المربع الحواري، ثم نقوم بحفظ التعديلات التي قمنا بإجرائها على الجدول. فنضغط على مفتاح Save من شريط الأدوات Table Design، وبالانتقال إلى طريقة العرض Datasheet View نلاحظ اختفاء العلامة Plus التي كانت ظاهرة بجوار جميع سجلات الجدول، دلالة على أنه تم إلغاء تشغيل هذه الخاصية.